المهم انقذت المركب يوم 6 يونيو اللي هي عليها اللي هي طارق عليها 350 ضابط وعسكري. وبعد كده التوربيدات دي جت منين؟ لازم لا في طيران بيرمي توربيدات ولا لانشات توربيد ولا مراكب، يبقى جت في منين التوربيدات؟ من غواصه. يبقى انا واجب عليا ان انا ارمي عليها قذائف اعماق، واخد بال حضرتك؟ وبالتقريب، وفعلا بالتقريب رمينا قذائف الاعماق فاصيبت الغواصه تانيين. تمام. طبعا العمليه دي ما كانش حد مصدقها. المهم بعد كده هو اتعينت على مركب تانية اسمها اسيوط. السفينه اسيوط دي كان اول يوم اتعينت عليها قالوا لي اطلع هتدرب طلبه الكليه البحريه. فبعد ما دربنا طلبه الكليه البحريه واثناء دخولي المينا احد الطلبه قال لي ايه ده؟ بصيت لقيته بيرسكوب غواصه شائل ميه. الغواصه كانت ماشيه موازيه ليا. المهم انا اتعلمت في انجلترا وفي روسيا اي غواصه موجوده تحت سطح البحر تعتبر معاديه، ويجب ان انا ايه اهاجمها بدون اي تعليمات. تمام. المهم اول ما شفتها شفت البرسكوب ولقيتها في موقع ممنوع غطس غواصاتنا فيها. فاعتبرتها على طول ايه؟ معاديه. ضربتها. فقمت بالهجوم عليها. وانا قايم بالهجوم هو اول ما شافني داخل عليه غطس. فلما غطس سريع فلبس في القاع عندنا. كويس. وغلت الغواصه. كويس. المهم عدت الايام دي طبعا ما كانوش برضه مصدقينها البحريه. بعد كده هو يعني هيك خدت فعلا يعني اكتر من عمليه واكتر. بس كلمنا عن الاصابه عشان نيجي الوقت. بقى كده هو لما بعد كده هو الاسرائيل كتبت عن اللي انا قلته في جرائدها، واحنا طبعا بنترجم الحاجات بتاعتهم. فاتعرف ان انا عملت الحاجات دي، فابتدت القوات المسلحه تديني نوت الشجاعه العسكري من الدرجه الاولى. وبعد كده هو ابتدوا يعينوني في السويس في المنطقه اللي كان مسرح عمليات كبير بالنسبه لهم. كانوا فاكرينها سداح مداح. فتعينت انا رئيس عمليات هناك، وكنت بنقوم طبعا مش وحدي، انا ما بعملش حاجه لوحدي، انما كنا بنقوم بعمليات ضد المواقع اللي فيها الاسرائيليين. تمام. بعد ما كانوا هم بيعملوا عمليات عندنا. فهم كانوا طبعا راصدين اللي احنا بنعملوه. فاحنا كان لنا غرفه عمليات في جبل عتاقه. جم ضربوا الموقع ده، وكنت بالصدفه انا على باب غرفه العمليات. فوقعت قنبله 1000 رطل على بعد 10 متر مني. فاصابتني اصابات شديده. وقعت يعني اصابت حضرتك فين؟ والله هي دمرت لي رجلي الشمال ورجلي اليمين كانت هتتقطع. بس كويس ربنا ستر. يعني فضل من ربنا ان اللي كان بيعالجني اخو واحد صديقي ودفعتي. فقعد يعالج لي رجلي اليمين دي 7 ساعات على ضوء الشموع لان ما كانش فيه اضاءه. المهم الاصابه دي كانت جامده. القوات المسلحه كلها كانت مهتميه بموضوعي. تم تعيين طياره هليكوبتر قعدت جنبي 3 ايام لحد ما يقدروا ينقلوني الى مستشفى المعادي. فلما اتنقلت الى مستشفى المعادي لقيت التقدير الكامل. جه رئيس اركان حرب القوات المسلحه يومين ورا بعض يزورني. اول يوم ما عرفتوش، كان هو الفريق محمد صادق الله يرحمه. فجالي تاني يوم قال لي انت عارفني انا مين؟ قلت له سيادتك فلان. قال لي انا جيت لك امبارح انت ما عرفتنيش، عشان كده انا جيت لك النهارده.
اهتم يعني، كان فيه اهتمام، حسيت ان كان فيه اهتمام كبير. وبعد كده برضه جاء الرئيس جمال عبد الناصر تمام، زارني وما زارش حد غيري، واعطاني انا هديتين، وعطى كل حد من الضباط والعساكر راديو ترانزستور كان لسه طالع جديد. المهم بعد كده هو اتعالجت في لندن، وانا بتعالج في لندن تم تعييني مساعد مستشار عسكري في موسكو. يعني كان في برضه ترقيات وكان في انجازات. ترقيات هو للاسف وقتنا انتهى، بيقولوا لي الوقت انتهى، لكن انا عايز اقول ان حضرتك رغم الاصابه دي انك حاربت في 73 حاربت وبرضه وشوف اوضه النصر وكان عندك نفس الروح الجميله دي. فيعني تحيه تقدير لحضرتك، نورنا النهارده، تقدير واحترام شديدين يعني مننا فعلا لهذا المجهود العظيم. انا بشكركم وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. واحساسك النهارده؟ انا شايف انك سعيد جدا واحنا بنحتفل. والله انا سعيد لان عندنا مناسبتين، مناسبه عيد النصر والانتصار على على الفساد اللي كان موجود. يا رب يكون بقى اللي جاي ان شاء الله يكون احسن باذن الله. سياده اللواء البحري محمد عبد المجيد عزب، شكرا لحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وربنا يديك الصحه. متشكرين جدا. يا فندم. شكرا.